دلوقتي يا دكتور انا اولادي مش زعلانه منهم، وواحده شتمتني وواحده طردتني ومش قادره اصالحهم. لا بالراحه بقى. اعمل ايه؟ لا بالراحه، لا بالراحه بقى. ابوهم موجود ولا مات الله يرحمه؟ لا لا ابوهم مات. واتأرملت عليهم اه. ولا لا ما اتجوزتي ولبستي اتعملش. بنطلون ومشيتي لا تدلعي لا كهم؟ لا 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 انا بقالي 3 سنين ارمله. 3 سنين بس؟ اه وانا عايزه اتجوز وهم مش عايزين يجوزوني. يا ولدي على على كده. كده. يا خساره على كده. لا اه. اله الا الله، شتموكي وضربوكي عشان خاطر انت عايزه اه. تتجوزي. اه. يا لهوي، هم اتجوزوا اه والله. البنتين؟ اه متجوزين ومخلفين. استقروا بقى. من زمان عندهم كل واحده بنتين. ايوه. هم معترضين على الراجل اللي متقدم لك؟ لا 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 على الفكره كفكره. الايه؟ الفكره كفكره جواز من الاساس، لا ما ينفعش، المجتمع ما يرضاش. ده ايه ده انت اللي سالتينا النهارده ولا ده سؤال تاني؟ لا هم انا بس انا من دلوقتي زعلانه معاهم وما بكلمهمش. لا تزعلي وما تكلمهمش وبراحتك، لانك انت والام ما فيهاش حاجه اسمها خصام. الام تديهم بالجزمه وهم يناولوا لها الجزمه. بس ربنا قال لها خليكي ام حنينه ورحيمه عشان ارحمك، فبلاش الجزمه. يعني هو ربنا حنان ربنا حنان منان جميل، ما بيقبلش الا الجمال، بيحب اهل الجمال، بيحب الرحماء، قال ارحموا ترحموا. فانت تعذريهم مش وما تتجوزيش، لا تعذريهم عشان تسمعيهم وتشوفي وجهه نظرهم وترد عليهم وتفهميهم.